75 واحد اول مره. قلنا اكشن، ما تخش يا منير، انت بتاني عزومه. انت مش بتقول انك بتشتغل في السينما؟ راح يشتغل في القرنص عشان يجيب فلوس. راجل مستعد للموت. مفيش حاجه اسمها حريه شخصيه. انا احلام احلام ستوب. المعهد العالي للسينما اللي في مصر يتبع أكاديمية الفنون هو المعهد أو المكان الدراسي الوحيد المتخصص في الدراسات السينمائية على مستوى الوطن العربي كله اللي بيدرس 4 سنين سينما. معهد سينما لما أنشئ سنة 59 كانت السينما بقى لها أكتر من 59 سنة موجودة في مصر. يعني احنا يمكن تاني عرض سينمائي على مستوى العالم كان في اسكندرية، وبالتالي احنا عريق. السينما المصرية سينما عريقة جدا. كان الدخل القومي بيعتمد على القطن يليه السينما، وبالتالي السينما مصدر رئيسي لكده، غير انها مصدر يعني ثقافه الوطن العربي اعتمدت على السينما المصريه بشكل كبير.